وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في أول شهر رمضان الكريم، ويجب علينا أن نفتح بداية مع الله تعالى، فتصديق البدايات يحدث الرائعة. وقال أحد العلماء: ومن لم تكن له بداية حقيقة فليس له نهاية مشرقة. وعلينا أن نأخذ على العبادة بمراد الله تعالى فيها، ننظر بما أمرنا الله تعالى، لأننا إذا كنا على الله بمراد الله تعالى أطاعنا كل شيء، وزار كل شيء على هذا الخوف كما أراد الله تعالى، لأننا نسير عليها بمراده فيها. وكل شيء يسير على وجه الأرض بمراد الله تعالى لا تجد فيه خللا ولا عينا ولا مثلا. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يسيران في جو السماء بمراد الله تعالى. ونحن نعلم يوما أن الشمس اصطدمت بالقمر، ومن سمعنا يوما أن الشمس تأخرت عن قمر طلوعها، ومن سمعنا يوما أن القمر ما أضاء في ليلة من الليالي، وذلك لأنهما يسيران بمراد الله تعالى. والله تعالى وهو أصدق القائلين عن الشمس والقمر: لا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أي لا الشمس تصطدم بالقمر ولا الليل يسبق النهار والليل والنهار يخرجان عن الشمس والقمر وكل في فلك يسبحون، لأن ذلك يسير بمراد الله تعالى. وإذا صار العصر على الأرض بمراد الله تعالى وجد الراحة والسكينة والطمأنينة. فإذا ما ابتعد عن مراد الله تعالى وجد التعب والهم والمكر، وذلك ينطبق في قوله تعالى عن سبيله المثلى مع الصلاة. فالله أكبر سيدنا موسى مكانا يستوي فيه بالعبد الصالح. فقال تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه ولكننا وكلامنا لقد لقينا منك كثيرا هذا. فبالمجرد أن يبتعد عن المكان الذي حدده الله تبارك وتعالى وجد كريم الله وفتاه التعب والنصر والعناء، لأنهما تجاوزا مراد الله تعالى في الحياة. فلما تجاوزا أي لما تجاوز المكان الذي حدده الله تعالى له، فلما جاوز قال لفتاه ولكننا وكلامنا فقد لقينا من سفرنا هذا النصر. فما وجد النصر والتعب
وهناك تقول في طاعة الله تعالى يجب علينا أن نتعرف عليه، وهناك تقول في الصلاة، وهناك تقول في الصيام، وهناك تقول في الزكاة، وهناك تقول في الحج. كيف ندخل إلى كتاب الله تعالى من كل عبادة من العبادات؟ أما الدخول في الإسلام فهذا واضح جليل في قوله تعالى: وهو يدعونا سبحانه وتعالى أن ندخل جميعا في الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دعوة إلى الله تعالى للمؤمنين كل المسلمين أن يدخلوا في السلم أي الإسلام، والسلم هنا له أكثر من معنى. السلم من الإسلام لأن الإسلام هو دين السلام للإسلام، والإسلام هو دين الأمن والأمان والإيمان، أو السلم بمعنى الاستسلام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كافة، ومعنى كافة أي في جميع أمور الإسلام. فمن الناس من يخرج من الإسلام ما شاء ويخرج منه ما شاء. فالإسلام عبادات، علاقة بينك وبين الله تعالى، والمعاملة علاقة بينك وبين رب الله تعالى. فكما تحسن العلاقة مع الله تعالى فالأولى أن تحسن العلاقة مع خلق الله تعالى، لأن الدين مع الخالق ومع الخلق كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدخول في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأول رعاية المسلم في الطريق إلى الله تعالى هو الإخلاص، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والدخول في الطاعة أن نحسن الدخول إلى الطاعة، وأن نحسن الدخول إلى باب الله تعالى. فقبل أن تدخل إلى طاعة الله تعالى تبين المقصد والاتجاه بأن تتجه في طاعتك لله تعالى، لأن الله تعالى بين لنا في فاتحة الكتاب قبل الطاعة والعبادة اسم الاتجاه إلى الله تعالى بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقبل أن تدخل إلى طاعة الله تعالى بينت أنك تتجه إلى الله تعالى بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك الدخول في الصلاة والصيام والدخول في الحج وسائر العبادات إلى الله تعالى. وقبل أن ندخل إلى الصلاة اشترط الله علينا أن نسلم الدخول إلى الوضوء. والإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه من أعلام الإسلام، ورغم ما وصل إليه من علم ومن كان تلميذا للإمام سيدا نبيا، وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يستمع إليها وكان يتعلم منها، وكان مستعينا بفضل الله بأن
وأمر الله تعالى أن نصل اليدين إلى المرفقين، وأمر الله تعالى أن نمسح على الرأس، وأمر الله تعالى أن نصل الرجلين مع الكعبين. هذا ما نعلمه عن الرسول، ولكن هناك موضوع آخر يسمى عند العلماء بالوضوء المعنوي، فلا نعلمه عن الوضوء هو الوضوء الحكمي، ووضوء آخر عند العلماء وهو الوضوء المعنوي. فما هو؟ يقول العلماء إذا توضأ المؤمن وغسل يديه هناك من يسمى عند العرب بنزاهة اليد، وأنت تغسل يديه في الوضوء يجب عليك أن تستحضر نزاهة اليد. والمعنى نزاهة اليد ألا تلبس بيدك الحرام، وألا تأكل بيدك الحرام، ألا تضرب أحدا، ولا تلمس فيما الحرام، ولا تأكل فيما من حرم الله تعالى. فهذا وضوء معنوي باليد، ووضوء الفم المعنوي ألا تغتاب، وألا تسرق، وألا تقطع عورة المسلم، لأن ذلك يخرج من الفم وهو الوضوء المعنوي. ووضوء الفم المعنوي ألا تشم ما حرم الله تعالى، فقد دخلوا على أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز بالغنائم وقد جمعوها من مثل وحكم إلى غير ذلك، فلما دخلوا عليه بها نزل أنفه عنها، فقالوا يا أمير المؤمنين تسد أنفك من هذا، فقال إنه من هذا بريحه، وأخشى أن أنفتح بريحه دون المسلمين. فدل هذا على أن للأمور حسا ومعنى، وظاهر وباطنا، وكلام